يجي واحد راجل، حديث رواه المنذري بسند جواده بعض أهل العلم، يجي راجل داخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا محمد، هو كان لسه ما أسلمش، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم. فيبتسم نهر الرحمة ينبوع الحنان، كان حنين قوي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال له: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. والله بنتمنى أن ربنا يبدل سيئات، بنتمنى وبنشتهي أن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا ويبدل سيئاتنا الحسنات. اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات. فقال له: يا رسول الله، يا محمد، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل مش مستوعب لسه، مش مصدق. قال له: وغدراتي وفجراتي، أنا عملت حاجات كتيرة جدا، عملت مصائب. قال: وغدراتك وفجراتك. الرجل مش مصدق نفسه، فمش هو بيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فظل الرجل يكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل، وأظلك الخطب الجليل، وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما مات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أما مات النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أما قال جل وعلا للحبيب المصطفى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل في علاه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت.